عسلامة سي خالد، هذا من شباب الثورة. اليوم نتكلموا على الوضع السياسي في تونس. سؤال بالله. الشعب اللي خدم في التجمع قبل، ومن من الفاسدين التجمع هو معروف، هو كتلة معناها بزوز ملايين من الناس اللي يخدموا في السياسة في تونس. خدموا 23 سنة، وخدموا من وقت الاستقلال، الحزب الدستوري، وبعد التجمع الديمقراطي والايد الديمقراطي. توا الشعب اللي يخدم في التجمع اصبح يخدم في النهضه، في الفساد المالي، وفي الاخلاقي، وفي الفساد السياسي، وفي الفساد كل شيء. ايش قولك بالوضع السياسي يا سي خالد من شباب الثوره، هذا من المواطنين والخارج، باش يحكينا عن الوضع السياسي ومشروع النهضه اللي هي غير الشرعيه، الشرعية والمشروعية، التغولية والنهب والانتقام من الشعب التونسي، من الإخوان، والشرعية بتاعهم انتهت من 23 أكتوبر. سي خالد تفضل تكلم واعطينا الوضع السياسي توا اللي معناها مهزلة، وفما معناها كل شيء وقف، وما عطاوش الانتخابات، وما عطاوش الهيئة العليا للانتخابات، وما عملوش دستور، وقاعدين يستملوا في الشعب التونسي. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صح شبيتكم في نهار البريك، يوم من أيام شهر رمضان. والله يعني وضع مؤسف للغاية، أتم معنى الكلمة. يعني نقولوا اللي حركة تنتمي للترويكا الحاكمة حاليا قاعدة تقوم بتجنيد نفس آليات، يعني نفس الميكانيزم متاع التجمع. يعني خلايا القديمة متاع التجمع الدستوري الديمقراطي قاعدة تشتغل لحساب الحزب الحاكم ألا وهو حركة النهضة. أنا نتأسف بصدق، نجموا نذكر عينة من بعض المناطق. يعني أصبح المسؤولين في الشعب كلهم منخرطين وعندهم أدوار في الحركة. صاير تقسيم أدوار بشكل رهيب. جميع العناصر اللي كانت تخدم ديزاجون أعوان لدى إدارة الأمن ولدى مركز الشرطة، كلهم عن بكرة أبيهم أصبحوا البراء أرمي، يعني الذراع الأمني والاستعلاماتي لصالح الحركة. يعني نفس الأساليب، يعني وقع إفراغ منظومة التجمع والعمل بنفس أساليبها، استقطاب المنظومة الفساد. يعني أقول لكم أنا في مدينة، وهي عبارة عن يعني مثال، يعني الجميع ننتقد جميع المدن التونسية، فهمتوا ليه؟ يعني خاطر هما كل شيء يصدر من طريق استراتيجية مجلس الشورى عندهم اللي هو موجود في العاصمة. تجي تعليمات مجلس الشورى اللي موجود في مونبليزير عن طريق تعليمات المرشد الأعظم بتاعهم راشد الغنوشي. يعني للأسف الشديد شنو تشوف حاليا مدير الأمن بتاع إقليم ولاية كان عبارة على رئيس مركز في وقت النظام السابق. حاليا المهمة بتاعه هي صفقة موجودة، لأنه الوالي مهر نهضاوي، فهمتني. أصبح المكتب الجهوي بتاع الحركة عوض لجنة تنسيق بتاع التجمع، يعني لجنة تنسيق بتاع التجمع تعوضت وقوع استقطاب يعني الأعوان اللي كانوا يخدموا في لجنة تنسيق لدى حركة النهضة، وبحكم اللي الوالي نهضاوي، فمدير الإقليم أصبحت مهمته في العهد السابق كانت مهمته مراقبة السياسيين والناس اللي عندهم انتماءات سياسية. حاليا أصبح مبتز للعصابات اللي قاعدة تشتغل في السوق السوداء في الخمر. للأسف الشديد السيد هذايا كان رئيس مركز سيء الذكر وسيء السمعة، يعني في مدينة أنا معي السيد هذايا اشتغل يعني مدة 4 أو 5 سنوات،
وحاليا بعد الثورة وقع ترقيته، أصبح مدير أمن إقليم. يعني تصور أنت من رئيس مركز مش إلى رئيس منطقة، أصبح مدير أمن إقليم ولاية، مدير أمن إقليم ولاية. وإحنا نحكيه على ثورة وإصلاحات يلزم تشمل المنظومة الأمنية. منظومتنا الأمنية أنا أقول لك بصراحة في حالة خطر، وأنا باش نكون واضح وصريح. يعني لما تقول لي تونس باش يشتد فيها الإرهاب، طبيعي جدا لأنه يعني الشيء من مأتاه لا يستغرب. أساليب تعسفية، ناس عديمي الأخلاق، عديمي الضمير، ما عندهمش قيم الاعتزاز بالوطن، عبارة على منظومة عصابات تشتغل لصالح عصابات المال الفاسد، مرتهنين لأصحاب النفوذ. والصفقة عبارة عن عدم كشف أرشيف البوليس السياسي في مقابل خدم الأجندة بتاع حركة النهضة. للأسف الشديد أنا بصدق عشت فترات اللي مسؤول في حركة الانتماء الإسلامي صعيب إنه يجلس في مقهى ويبدأ يلتفت يمينا ويسارا إذا يكون فما عون سري من أجهزة أمن الدولة مبعوث من المنطقة أو من وزارة الداخلية قاعد يراقب فيه، وأصلا جلسائه يفضلون عدم الجلوس بجانبه باش ما تكونش فما شبهة. الناس هذه حاليا وبالاسم قياديين في المكاتب المحلية أصبحوا عبارة على جواسيس تشتغل للخلايا السرية لحركة النهضة. وهذا مش حديث يعني نحكي فيه منطلق إني قيادي في حزب يساري، لا لا لا، هذه أمور موثوقة. وبتاريخ 6 فيفري 2013 نهار اللي وقع اغتيال القيادي في حزب الديمقراطيين الواحد شكري بالعيد، وقع اقتحام وحرق المكتب الجهوي لحركة النهضة بولاية مستير، ووقع العثور على وثائق رسمية لقائمة لبعض المواطنين التوانسة اللي هم على قائمة التصفية، ممكن نقولوا التصفية الجسدية بأساليب متعددة. يعني منظومة عصابات، يعني استقطاب لمنظومة التجمع، العمل بنفس الأساليب. الناس اللي هي تحمل الفكر الإسلامي أو المشروع الإسلامي تشتغل بفكر جواسيس. يعني لا يزيد الأساليب لم تتغير، استقطبوا المنظومة القديمة، عقدوا معها صفقة باش تكون ما فيماش محاسبة في مقابل خدم أجندة حركة الحزب الحاكم. والأدهى والأمر الناس اللي تحمل فكر عقائدي أو فكر إسلامي أصبحوا عبارة على جواسيس المكاتب المحلية اللي هي استقطبت الشعب بتاع التجمع، تقوم ببعث تقارير إلى المكاتب الجهوية. والمكاتب الجهوية فيها دي سنترال دانفورماسيون بكلهم مربوطين بالأخطبوط الكبير اللي هو سنتراليزي في مقر مونبليزير في العاصمة. يعني بصدقة ما نحبش نتوقع المستقبل، أما مع شهادات مواطن صادق مدني بالمعلومات هذه، يعني هذه العملية عندها 24 ساعة، فهمتني؟ يعني حزب أخطبوطي فاشي، أساليب انتهازية، وحزب واحد، فلسفة إرهابية، أساليب أكثر من قذرة، منظومة عصابات. ونقول لكم الأدهى والأمرة، عينة 9 أبريل 2012، أحداث 9 أبريل 2012 أراه فكر مترسخ عند النهضويين لسبب بسيط. أنا نعطيكم معلومة، نفس الناس اللي كانت تجمع في المعلومات الأمنية في قضايا الحق العام أو في القضايا السياسية على المواطنين العاديين، نفس الناس يعني ليزانديكاتور اللي كانوا يشتغلوا أعين البوليس وأعين الشرطة، حاليا استقطبتهم حركة النهضة
وقاعدة تشتغل بهم لتصفية وهرسلة الخصوم السياسيين. يعني نجم نقول لكم مثال بسيط، الجبهة الشعبية في مدينة الساحلين حبت تقوم بتكوين تنسيقية، فما كان من أشهر نقول لكم اللي قام بعملية الهرسلة المبعوثين متاع حركة النهضة في المكتب المحلي اللي تبعثوا لهرسلة قيادي التنسيقية الجبهة الشعبية، هم عبارة عن من كبار مخبري البوليس في عهد نظام بن علي. يعني منظومة قذرة تدعو المواطن الشريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى التقيع. يعني بصدق الناس هذه نقعد باهت، يعني فما سؤالين، الناس هذه في بعض الأحيان تتساءل علاش دخلت للسجن، وإذا تحمل قضية فالذنب ذنبان، وإذا ما تحملش قضية فقدروا أنهم يعملوا مسرحية على الشعب التونسي لفترة زمنية كبيرة. الأخطر الأدهى والأمر أنه استمرار نفس منظومة نظام بن علي بطريقة قذرة. يعني والله أنا نستفسر كيفاش المكتب الجهوي الحركة النهضة على مستوى ولاية قادر أنه يتعايش مع مدير أمن إقليم كان في نظام بن علي رئيس مركز سمعته إرهابية قمعية وحتى على المستوى الأخلاقي منحط. يعني السيد هدايا عبارة على وسيط بين عصابات بيع الخمر خلسة، حاليا مدير أمن إقليم في ولاية ساحلية ومسؤول على تأمين النشاط السياحي. ومش حتى في كل تراب الجمهورية، أنا هذا يعني أنا كل شيء في كل تراب الجمهورية، حتى المسخين نتاع بالعنية، حتى المسخين اللي ما عندهم حتى ثقافة ولا تعليم ولا حتى شيء، وفي الأمن وفي كل الأجهزة الإدارية باش يرجعوا الهيمنة على الكرسي وعلى أنا والله أنا فما نطرح بعض الأسئلة كي يجيبوا لنا هيك الوجوه المبتسمة كيما سي منار اسكندراني ورفيق بن عبد السلام. أنا والله نقعد باهت يا أخي، الناس اللي كانت تحط لكم في أساميكم لدى أجهزة الانتربول هي بيدها تو أنتم قادرين أنكم تتعايشوا مع عباد كانت تخدم في المنظومة الدكتاتورية وحاليا بوليس سياسي يعني كان بوليس سياسي مدير إقليم حالي قادر تتعايش مع مدير إقليم هو يأمن بحال ثورة في منظومة إرهابية. منظومة إرهابية، منظومة معناها مجرمة، معناها منظومة نتاع بوليس سياسي نتاع قوادة نتاع ناس تلحس ناس معناها ما تلوش الخير للوطن، ماهيش وطنية بالكل. والمسلسل الشعبي والإرهاب المبرمج من هذه العصابة وتكاب الأحزاب على الكرسي بدون برنامج سياسي، والفتنة بإعادة أطراف سياسية ورجال أعمال فاسدة، وكل ما يقول الحق يسبوه ويشتموه ويكون متطرف ويساري ودرا شنو. والمشكله في ان الحكومه ورئاسه الجمهوريه ما عطاوش لهذا الشعب الحريه والكرامه، وما عطاوش لجنه الحريه للانتخابات ولجنه ليس هناك شفافيه. ما ينجموش يجيو يحكيوا معناها يلوجوا كان على الكرسي، والشعب وحده وجد نفسه معناها سجين لهذه المهزه التاريخيه. انا تو نعيط يا خالد، سأنادي سيب الكرسي، نطلعوا اشاره سيب الكرسي اللي مش نسألك يا خالد، مش نسألك شنو هو الحل الموجود توا. يلزمنا نحطوا راجل قانون يعمل الدستور في شهرين ولا في 3 أشهر، ويعطي لجنه حره للانتخابات. ما هو رايك؟ أنا والله بصراحة حاليا أنا نقول لك إذا على مستوى تبني قضية، أنا حاليا أنا لا أقول لك بصراحة، أنا كما يقولها هو نرجع لقولة الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني مفهوم الراعي والرعية. إذا أنا من منطلق على مستوى محلي يعني منظومة الفساد وقع استقطابها من طرف حزب ديني، هي منظمة بتاع يعني بصدق لا يا دكتور، المشكل الأطراف السياسية توا الفاعلة في البلاد يعني تشتغل بأساليب قذرة.
الثورة قامت باش تكون دقيقة بالدكتور، يعني الثورة قامت باش يقع الانقلاب على الأساليب القذرة، باش ما يكونش إنسان كما عماد الطرابلسي ولا سليم شيبوب هو رمز. احنا نحبوا هالرموز هذه حتى في تربية ولادنا تتنحى. يلزم التونسي يكون قدوته إنسان نزيه وإنسان شريف، ويلزم يكون فما تكافؤ فرص في البلاد. للأسف الشديد إذا يعني الفكر الديني يقدر، الدين اللي هو يدعو للسماحة ويدعو للأخلاق ويدعو للمبادئ ويرسخ مفهوم الرجولة والاعتزاز بالوطن والكرامة والعزة بالنفس، نلقاوه الفكر قاعد يعني ينسجم مع منظومة فساد. أنا بصراحة علي العريض بدون أنه نقول له استقيل كأنك رئيس حكومة، علي العريض إذا هو كوزير داخلية قدر أنه يشتغل مع ناس كيما عبد المجيد القزاح ومنصور بطيخ، علي العريض بالنسبة لي أنا فترة دقيقة يا دكتور، علي العريض فترة سنة أثناء توليه وزارة الداخلية عندي يعني فترة سوداء في تاريخ تونس. يعني أنا نقول حب نطرح سؤال هنا، شو الفرق بين حبيب الصيد وبين علي العريض وبين فرحات الراجحي؟ هذم بثلاثة وحمد فريعة، هذم الأربع وزراء داخلية اللي جاءوا بعد الثورة، إضافة إلى الوزير الحالي لطفي بن جدو. إذا باش نقارنوهم مع رفيق بالحاج قاسم والهادي مهني في وقت بن علي، يعني نفس الأساليب القذرة، نفس المنظومة القذرة، يعني منظومة جواسيس، منظومة استعلامات، فهمتني؟ منظومة بوليس، فهمتني؟ يعني يحبوا يخليوا المواطن تحت الضغط. يعني المواطن كان تحت ضغط العصابة الدستورية، أصبح تحت ضغط العصابة النهضوية. يعني السيد ضايع في وقت نظام بن علي يشتغل برتبة رئيس مركز سيء السمعة، حاليا في وقت الإسلاميين يشتغل برتبة مدير إقليم أكثر من سيء السمعة. بن علي قبل كان يقمع الفكر السياسي ويقمع زادة العصابات اللي هي في الحق العام باش يحاول يثبت سلطته وقوة النظام. حاليا الصفقة من أقذر ما يكون، وهذاك علاش صاير انفلات أمني في البلاد، لأنه العملية الصفقة واضحة، يعني مثلثة، يعني فما 3 نقاط فيها، يعني أركانها: عصابات الحق العام، العصابة الأمنية اللي تتبع وزارة الداخلية، والعصابة القيادة السياسية متاع مكاتب حركة النهضة. إنه عصابات الحق العام نشتغلوا بهم لهرسلة الخصوم السياسي، مع عدم فتح أرشيف البوليس السياسي، في مقابل فهمتني ويعني وقوف المؤسسة الأمنية على الحياد والادعاء أنها أمن جمهوري، في مقابل هي قاعدة تغض في الطرف على عصابات الحق العام، والأكثر من ذلك قاعدة تشتغل بصورة غير مباشرة في غض الطرف على الأساليب القذرة في استقطاب عصابات الحق العام بالنسبة للحزب الحاكم. يعني وضع من أقذر ما يكون، من أفسد ما يكون. يعني نظام بن علي وقدرته مش قاعد يتصرف بالطريقة هذه. والأكثر والأهم المواطن العادي اللي ما عندوش وعي سياسي كي يجي يشوف ناس كما هذوما، وناس يعني عندها ما بين قوسين تاريخ كبير في النضال السياسي، وناس دخلت السجون، تجي تشوفها تتعامل مع قيادات أمنية فاسدة. أنا نقول بصراحة، أنا قلت في فيديو آخر أنهم تبولوا على الثورة. يعني الثورة حاليا نقول لك بصراحة قبرت ودفنت، والوضع يستدعي أنه يكون يلزم تونس توا بحاجة لواحد مخلص، بحاجة أكيدة لواحد مخلص، وليس بحاجة مخلص كما يقولون. بصدق ليس بحاجة لمخلص. طيب احنا مش نقول انتم بسبب الثورة يلزمكم يفو امبوزي كالكال كما قيس سعيد كملقض للدستور وملقض للهيئة العليا للانتخابات. انا قلت حاجة يا دكتور لك حاجة،
يا دكتور الإنسان المخلص يكون فما سياق شعبي، فهمتني؟ يكون فما حراك شعبي يفرض إنسان مخلص. إذا المناخ العام مناخ فاسد، إذا ولات أمورنا اللي هما صليوا 5 صلوات يتعاملوا مع قيادات أمنية فاسدة وقاعدين يقوموا بإرسال فكر سياسي معارض، يعني على الدنيا سلاح راهو. يعني ثم هذه يعني انتهت. انا لازم نفرض انسان مخلص وما معناها باش من الخروج من الازمه هذه السياسيه والازمه بتاع الاحزاب الكرتونيه اللي موجوده في تونس، واللي كما حزب النهضه اللي اعطاها الشعب التونسي كل معناها ثقه وكل شيء، كان ما صارتش حتى شيء، ما صارتش محاسبه، ما صارتش حتى ما صار معناها ما عملوا شيء في تونس، ما عملوا كان الخراب، ما حطوا كان الناس المسخه اللي ما عندهاش قدره سياسيه وما عندهاش كومبيتونس كما يقولوا. صدقوني انا كمعلومه يا دكتور، حاليا اللي قاعدين كانوا يشتغلوا صالح نظام بن علي كسائقي التاكسي حاليا كلهم مجندين من طرف حركه النهضه، اصبحوا نهضويين بامتياز. يعني فما تلون، فما نفاق، فما انتهازية، فما أقنعة، فما أفكار قذرة، فما أساليب أكثر من قذرة، يعني وبصراحة عقلية مافيوزية. إذا القذارة يعني تصبح غلافها العباءة، يعني إذا الشكل الخارجي عباءة وفي داخله قذارة، فنقول لك سلام عليك أيتها الحياة. يعني وضع أكثر مشمئز، يعني وضع كوليرا هذا. إذا القذارة تصبح محمية بالعباءة الدينية على دنيا السلام، تصبح المنظومة هذه أخطر من منظومة الاستبداد. هي يلزمنا نفرض توا إنسان معناها مخلص ورجل قانون، نفرضوه في الساحة السياسية باش تخرج تونس من المهزلة هذه النهضوية التجمعية الفاسدة اللي معناها ما جابت الخير من اللي جاو مالينا كان الشر وما ليناش معناها اهداف الثوره تعاملت، وما ليناش الازلام القديمه رجعت، وقضيه تونس الاولى هي استحقاقات الثوره، تحقيق اهدافها والاستجاب لمطالب التوانسه والجهات المهمشه وما ننساوش الشهداء معناها اللي طاحوا بدولة الفساد. وسقطوا نظام الطاغية بالعلي وعصابته، رجعت عصابة مع أكثر وكانت طرابلسية برشا، بركة ولات برشا طرابلسية. يلزمنا نفرضوا إنسان مخلص، إنسان معناها يعمل الدستور في 2 ولا 3 أشهر وعنده كل الكفاءة وكل شيء. أنا نقول علاش لا؟ ولا الشعب التونسي اللي هو اللي قرر مش انا، وانتم على شباب الثوره معناها ظهري متوافقين معايا. قيس سعيد نحطوه كمنظم للدستور ويفونا بوزي. ايش عندك ما تقول يا سي خالد بعد الكلام هذا؟ انا والله موافق معك يا دكتور على كل نقطه قلتها. انا بصدق احنا كنا نتمنى الخير لبلادنا، لكن بصراحة ما ناش عارفين ما هو المخرج القانوني ما هو كذا. أنا يعني على مستوى، أنا نقول لك بصراحة يا دكتور، نأمن بالفعل الميداني، يعني وبالتحرك الميداني وبالعمل يعني الجمعياتي السليم، حتى العمل الحزبي اللي فيه أخلاق وفيه منظومة فيه مبادئ. حكم بوليسي، حكم بوليسي قذر، حكم معناها داخلية إرهابي، حاطين ناس مسخر اللي معناها ما عندهاش كومبيتونس. فما ناس بطلة وباك بلوس بلوس وما عندهمش دور كما شباب الثورة اللي كلهم معناها دبلومي واللي قاعدين معناها يعاقبوا فيهم ويجدوا فيهم. معناها هذا قمع، هذا قمع أكثر من بن علي. معناها هذه معناها مهزلة سياسية معناها وكل شيء، مع أحزاب المعارضة الكرتونية اللي تشد فيهم على خاطر ياخذوا في 5 جنيه راي حشمة. يلزمنا يفوا بوزي كالكان تو باش نخرجوا من المهزله هذه. يلزم يفوا بوزي كالكان راجل قانون وراجل نسمعوه، الناس الكل عندها ثقه فيه. وشباب الثوره ظهر لي
بارك الله فيك سي خالد، ونكملوا الكلام هذا خاطر الفيديو ما يلزمش طويل باش الناس تفهم اللي فما عصابه نهضويه تجمعيه تحكم في تونس وقاعده ترجع في الاستبداد وفي الحكم البوليسي والحكم معناها الفوضوي، مع احزاب كرتونيه، احزاب اللي تفرق من الشعب التونسي. وبارك الله فيك سي خالد، عندك كلمه الاخيره؟ صح. دقيقه. والله يا دكتور ان شاء الله نتمناو فهمتوا لي احنا يعني الخير للبلاد هذه، فهمتوا انها تخرج من المأزق في افضل وقت ممكن وكهو. بارك الله فيك سي خالد، وشرف من الخارج. بارك الله فيك. ننتهي.